مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. حلقة الأربعاء الفاتح من نوفمبر 2023، حلقة اليوم من سبور بلوس باش نرجعوا من خلالها على الترجي والوداد البيضاوي، نهاية رحلة الترجي في الدوري الافريقي في دور نصف النهائي. عودة بالمقابلة اللي فات بفوز الترجي هدف مقابل 0، لكن الهزيمة بركلات الجزاء 5-4 للفريق المغربي. عودة بكل تفاصيل على المقابلة، الاحصائيات، الامور الفنيه، شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، شنو الايجابيات وشنو السلبيات اللي نجم يستخلصها الترجي من مشاركته ككل في الدوري الافريقي. نحكي وكذلك على مباراه الثانيه اللي قاعده تلعب حاليا وانطلقت منذ تقريبا 7 دقائق، نصف نهائي ثاني سان داونز الاهلي المصري، باش نتعرفوا من سيكون منافس الوداد في نهائي الدوري الافريقي. كذلك اليوم يلتحق بنا نهار الاربعاء فتحي المولدي، افتتاحيته اليوم بعنوان طز في الكورة. شي يحب يقول فتحي المولدي، ولمن موجهة هذه الطزة من فتحي المولدي نكتشفوها بعد شوية. مرحبا بكم في سبور بلوس. تحية لكل فريق الأعداد، أمير في الإخراج، سفيان في اف ام تي في، ومام القربي في الديجيتال، مهدي في العمل الصحفي، وسعيد جدا بوجوده معنا كابيتانو فتحي المولدي. اهلا وسهلا، مرحبا فتوح. اهلا ايمن. فما واحد على البلاتو توحشوا برشا، ما عندكم ريتوش جديد، السنة عندنا برشا ما خدمناش مع بعض يا بدي تقولش علينا مقاطعين معناها كله من ايمن يودش يعمل مشاكل معناها. والله العظيم اول مره السنه يظهر لي مع بعضنا. يظهر اول مره اي ولا يعجبني ايمن، عنده طلعات على قدافي. قال له اليوم الفاتح من نوفمبر ورحت فجعت النسخه مش فما الفاتح من نوفمبر اليوم. تبارك الله عليك. للامانه وللتاريخ العنوان بعثته لك في القايله هاي لديتو، كتبته البارح في الليل. مش عارف معي ما عنده حتى علاقه بالمقابله. انا والله لا نعرف في وسطه لديتو، والله العظيم لديتو المحتوى نتاعو نكتشفه كي الناس الكل معناه. والله لا نعرف على شنو تحكي. بعد ما تفرجت في بعض الصور اللي يجيونا من برا، هي ظاهرة تحكي على الوداد والترجي ظاهر. كتبته دونك ما عنده حتى علاقه بالماتش، ليسبيرونس تربح ولا تخسر، ترشح ولا ما ترشحش، ما عنده حتى علاقه. قلت طز في الكوره، ان شاء الله توم بعد تعرف الطزه وين ماشي. صديقون الكوره نتاع الخارج ولا الكوره نتاع الداخل. ان شاء الله ما تجيش تصطاد في الحجل فتوح اليوم هكا. ان شاء الله. مرحبا بك فتحي المدير، رافقنا سمير سليمي. اهلا وسهلا، مرحبا سمير. مرحبا بك زروق، مرحبا بالاستاذ العزيز الغالي عايش. اللي توحشنا يا خويا برشا برشا. مرحبا ببقيه الشله، ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا، الناس الكل فهمتني. وطز في الكوره هذه راهي كما جات على كلمه شنو الفاتح من سبتمبر، كلمه طز في امريكا. هذه بتاعت بالمريم. ايوه بتاعت بالمريم بالضبط. طز في امريكا في الكوره. نعرفها شنو، نعرفها طز في امريكا، نعرفهم الخطابات تاع القذافي شنو بايش تو. مرحبا بك فتوح، مرحبا سمير سليمي، مرحبا بالجميع. اذا بعد شويه باش نتوسعوا بالكدا على مباراه الترجي والوداد البيضاوي. الهزيمه بلوتو والانسحاب رغم التفوق، شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش، خاصه باش نركزوا عليه لانه سمير عنده ما يعلق بالكدا على الشوط الاول، احصائيات باش يعلق عليهم سمير السليمي. قبل هذا الكل الافتتاحيه لهذا الاسبوع بعنوان طز في الكره. سامحوني اليوم مانيش بنحكي على الكرة برك، نحب نحكي على الكرة الأرضية. كيفاش نجم تحكي على الكرة يا سمير واحنا اليوم العرب ولينا كيف الكرة يلعبوا بينا شبه الكرة؟ كيفاش نجم تحكي على الكرة يا أيمن على سياسة تكوين الشبان من المدارس إلى الأمال، وقت اللي اليوم قرابة 4000 طفل قتلوهم وفقدوا الأمل في الحياة، بل فقدوا الحياة؟ كيفاش نجم تحكي على حالات الملاعب الكارثية في تونس وقت اللي الملاعب في غزة ولات مقابر جماعية؟ كيفاش نجم تحكي على الرشوة والتحكيم وقت اللي نعيش يوميا على غورة والخصم الصهيوني في مكتوبه الحكم والحكم يشجع فيه على الغورة؟ كيفاش نجم تحكي على مقابلة فيها 11 ضد 11 وقت اللي نعيشوا في مجزرة فيها 2 ملايين ضد العالم الكل؟ كيفاش نجم تحكي على زفارة حكم وقت اللي فما عباد تعيش تحت زفارات القنابل والصواريخ؟
كيفاش نجم تحكي عن الروح الرياضية وقت اللي العالم يتفرج في شعب يطلع في الروح والقصف عليه خليه ما عنده وين يروح. سامحوني حبيت نحكي على الكورة، لكن الظرف يخليني نحكي على الكورة الأرضية ونوجه ورقة حمراء لأعداء الإنسانية. لكن العالم الحر يا سمير قال واسمه عالم حر وطلع عالم شر. يعطيك صحة فتحي الموزي. وانا نسائل كيفاش باش نجم نكمل الحصة بعد ليديتو متاعك، ليديتو في الصميم. تحياتنا لأشقائنا في فلسطين في قطاع غزة. رانا قاعدين نتبعوا، رانا قاعدين نحاولوا باللي نجموا المساعدات، انه كل يوم نقعدوا نتفرجوا في الصباح 24/24 في القنوات الاخباريه. السنتيمون تاع العجز يزيد يقهرك، يزيد يقتلك، يزيد عليك عرق بعد عرق. انا كنت نجم تعمل حتى شيء، اقصى حاجه تنجم تعمل تمشي الهلال الاحمر تتبرع بالدويات وتتبرع بالدبش وتتبرع بالفلوس وتحس روحك كمان زدت مقصر، خاطر هذيك اقصى حاجه تنجم تعملها. وشوف توصل شوف لا شوف ايمن سامحوني ساعه، ولكن انا نقول تفرج في تصاور سمير البارح وقع وقت 6/12 بتاع 6 قنابل وقت تصاور. قلت انا غدوه واش نكتب، نحكي كوره، شكون مركز شكون مركز، شكون ترشح شكون ترشحش، شنو هي الدنيا الكل امان. ولهذا ما الا غالب. ايمن توا كان يقول لك عاجزين، اي عاجز. قلت عندي القلم، عندي ميكرو، نتكلم على الاقل حتى من باب الانانيه يا سمير. انا مفرهد على روحي، نقول على الاقل الغضبك الداخلي الكل نخرجه. وربطها بالطبيعه بالكوره، بالوضع الكوره، ولكن الكوره ما هي الا معناها صوره نحكيه. واليوم وراه في عالم يحتفل، وراه في ناس وبالون دور واحتفالات وفي برشا بلدان عربيه امانه ايمن، ترى برشا احتفالات كبيره وسعوديه وكاس العالم وسعوديه وغيره، وترى في شعب مساكن معناها تتفرج ما عندكش فكره شنو الاحساس نتاع انسان عنده جرام انسانيه، على الاقل جرام انسانيه. نسمع ناس تضحك وناس تفدلك وناس معناها لو كان جات الدنيا تقف الحياة، ولو أنه الحياة في غزة قاعدة تستمر. لكن عنا احنا على خاطر احنا ما عرفناش ندافعوا على شعب مسكين مسلوب من كل شيء، على الأقل ندافعوا بالكلمة الطيبة، مش كيما برشا سامحني قادة عرب مع الأسف يدافعوا بالضحكة، يدافعوا بالاجتماعات ويدافعوا بالاحتفالات. في بالك الجامعة العربية مقررة باش تعمل اجتماع بعد 10 أيام، اش تبقى فيها بعد 10 أيام باش في الآخر تندد. استناوا بربي يسمعوا، نعطيكم 10 أيام كملوا محقوهم الكل، تخلوا فيها شيء توك نجتمعوا بعد 10 أيام وننددوا في الآخر، نقراوا الفاتحة عملية تنديد ونهبطوا بلاغ واستياء. سامحوني شوف أنا نعتبر وأنه أيمن وأنت تعرف احنا رانا في مهمة وانا ميسيون، عندنا رسالة. ماناش نحكيو اخبار كورة، تو نحكيو كورة ونحكيو ولكن ايضا نوصلوا صوت ناس قصوا لهم الاصوات نتاعهم. هذه اقل حاجة نجموا نعملوها. اونتر تون زيد معناتها تشوفش قاعد صاير اونتر تون، تلقى جمهور وداد، جمهور ترجي، براكاج متاع كار، هاو حرقوا درا شنو، هاو باش يحبوا يسرقوه، هاو باش يردوا الفعل في تونس اون ديري معناتها في عالم وينحيوا علامات فلسطين، وينحيوا علامات فلسطين باش ما تدخلش، وحرب اهليه مغرب تونس. تعرفش علاش ينحيوا في علامات فلسطين يا سمير؟ تعرفش علاش؟ مش على خاطر ما يحبوش فلسطين، خاطر حاشمين على رواحهم اللي ما عملوا شيء لفلسطين. نعطيك من الاخر، حاشمين علم فلسطين، يفجعوا علم فلسطين، يخوفوا علم فلسطين، يقروا ما نجم يعمل شيء. اكثر حاجه يعملها خبيه ينحيه.
اما جمهور هاز على اقلهن جمهور هاز خليه على فلسطين، خليه يعبر على. ولكن اسمع، لانه الناس حاشمه على رواحها وما نحبش نسمي وين وكيفاش وعلاش، لانه الموضوع يولي. ورغم هذا معناها الجماهير الرياضيه في العالم العربي الكل استاذ كانت في المستوى وقدمت معناها لوحات جميله من ربما مساندتها المطلقه على عكس حكامها. ولا شعوب العربية الكل، من المغرب للجزائر لتونس ليبيا لمصر، كل البلدان العربية في الملاعب الرياضية والشعوب العربية الكل أعربت على المساندة التامة إلى الشعب الفلسطيني، وهذه في حد ذاته تعتبر نقطة إيجابية. ولكن كذلك ما باليد حيلة قال المصري، شعوب العربية ما عندهاش لا أسلحة ولا عندها حتى شيء باش تنجم معناتها الإرادة السياسية، والحكام هذوما إن شاء الله ربي يهديهم لا أكثر ولا أقل، وديما مناصرين القضية الفلسطينية، وإن شاء الله ربي مع إخواننا غاديك وكهو. تحية لجمهور الكرة اللي من جهته يدافع ويساند القضية من منظوره هو. تحية للصحفيين اللي عندهم بالقلم ينجموا هما يساندوا بمنظورهم هما. تحية للانفلونسور اللي زاد من جهتهم هما ينجموا. اما اكثر من هكايا راهو ما تطلبوش اكثر من هكايا، مش باش نحن باش نمشيو نهزوا الار بي جي ونمشيو نصدموا ونحاربوا كذا، معناتها راهو ما باليد حيله، ونختموا بنفس الحاجه اللي بدينا بها اللي هي اللي زيد يقر هو الاحساس بعدم قدرتك على انك تعمل حتى شيء غير انك تتفرج وتدبر وترقد وتقوم صباح وتعاود تعمل نفس الحكايه. شهر توا عنا نفس المعبوكه، تدخل لونتين تبدا تحشم على روحك انك باش تحكي على ماتش كوره، وعلى هذا ربح وهذا خسر والاخر فك الباش والاخر يحب ينتقم ل 2019. معناتها تقول في معناتها اللعبه بين ليسي وليسي، عرفت كيف هيك نتاع الواحد. فاصل ثم نعود. بعد شويه مكملين في سبور بلوس مع أيمن زروق على IFM احلى راديو. سبور بلوس مع أيمن زروق على IFM. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. توا 7:04 على IFM احلى راديو. باش نحكيو تسويت على مباراة الترجي والوداد البيضاوي. الرقم تاع اليوم هما احصائيات الشوط الاول للترجي. شيفر دو جور. باهي سمير اخترت تعلق على الاحصائيات، واخترت تعلق على الشوط الاول للترجي الرياضي التونسي اليوم اللي فات. نحكيو على الشوط اللي فات 0 مقابل 0. نسبة امتلاك الكرة 63 للترجي 37 للوداد. التصويبات نحو المرمى 0 للترجي وصفر زادة للوداد. اللي خارج المرمى ولا بلوكي 4، تير 1 بلوكي و6 ضربات ركنية. توتال باس 241. علاش اخترت انك تحكي على الاحصائيات هذوما الارقام هذوما في الشوط الاول للترجي الرياضي التونسي؟ شنو اللي ما عجبك في الشوط الاول للترجي؟ اولا ما فما شيء يعجب في الشوط الاول تاع الترجي. اي صحيح، ما فما سؤالي كأني انا ما تفرجتش في الماتش. لا ما فما حد شيء يعجب في الشوط الاولاني اللي كنا ننتظره من الترجي الرياضي التونسي. بدايه قويه خاصه في الربع ساعه الاولى، والترجي الرياضي التونسي صراحه قدم شوط ضعيف بكل المقاييس، سواء على مستوى التمركز، سواء على مستوى الضغط، سواء على مستوى خلق الفرص اللي كانت معدومه في شوط كامل. نجيو نحكيو على الشوط الاولاني ثم بعد بالتفاعل مع الاستاذ راهو فهم كوره مليح، راهو يفهم كوره برشا غير ما يحبش زعما هكا بالتواضع منه، ولكن يتلف عنده ما يقول في الكوره. الترجي ب4-2-3-1 بتشكيله اساسيه منتظره تقريبا الناس الكل ينتظروا فيها. الوداد ب4-1 كما لعب في نيجيريا بالضبط، لأنه في المغرب يغير الطريقة متاعه، لكن في نيجيريا كيف جاب الفيكتوار ب4-1، 4 في المليون ثم مهاجم واحد فقط. الأسلوب هذايا قلق برشا الترجي التونسي، في بعض الأحيان كان يضغط في مناطق معينة من الملعب. المشكل متاع الاسبيرانس وين؟ المشكل قلناه البارح في الحصة متاع البارح، المشكل الخماسي أو السداسي اللي لعب الأربع ماتشات الكل. نحكيو هنا على لي دو لاتيرو، نحكيو هنا على سيف تقاء، نحكيو هنا على غشة، ونحكيو على بوغرة. هذوما الخماسي هذا يلعب المباريات الكل. شنو هو الحالة البدنية اللي كان باش يكون فيها؟ الإجابة عنا يظهر لي اليوم، والإجابة موجودة وعنا وواضح من خلال المردود وواضح من خلال الإحصائيات. تم بعد زندو تعمقوا أكثر، ملاحظة أولى تم بعد نتفاعلوا أكثر. الدور متاع وهابي في الميليو تيران وحسام تقاء، وين يلعب الوهابي في العادة وين يلعب حسام تقاء؟ أنا بقيت مستغرب لأني تفرجت وقد ثبت وشفت من المفروض أنه دفاع الترجي قدام وهابي
ثم الريليور هو سيف تقاء. اللي حدث في الشوط الاولاني هو العكس، انه 4 مدافعين قدامهم سيف تقاء والوهابي تقدم على مستوى الهجوم. هناش خسر الاسبيرانس، خسر سيف تقاء على مستوى تنظيم اللعب والتمريرات في المساحات الفارغه على اليمين وعلى اليسار، ثم خسر الوهابي اللي من المفروض يلعب في قدام الدفاع على الريكوبيراسيون. حسب رايك علاش صار هكا؟ انا ما نتصورش ونستبعد انها تكون تعليمات طارق ثابت، مستحيل لانه يلعبوا ضد الطبيعه نتاعهم، ضد القوه نتاعهم. اذا كان مدرب باش يعطي تعليمات بالسونس هذايا معناها يضر في الفريق نتاعو، ولكن انا نشوف انه تصرف فردي من الملاعبيه فوق الملعب. تصرف فردي ما يرجعهم طارق ثابت يقول لهم لا وهابي تقعد غادي وتقى تمشي لغادي في بعض، والا بوتيتر يقول لك الوداد هي اللي اجبرت انه يصير هكا. في بعض الاحيان يرجع وهابي شويه ثم في لحظات تلقاه مشي لقدام. اكثر من هذا ساس في بعض الاحيان تلقاه في نفس الخط مع سيف تقاوين قدام الدفاع. هذه المشكل الاول بالنسبه للترجي التونسي. انا لعبت كوره وعندي نوعا ما من الخبره اللي نجم نستنتج. بدنيا سيف تقاء ما كانش حاضر بالكل، والملاعب كي ما يكونش حاضر يولي يبعد من الخطوط الاماميه ويرجع ياخذ الكره السهله. الكره السهله هي شنو؟ اسهل حاجه تاخذها من الديفونس تعطيها للملاعب اللي بحذاك وانت قاعد نصب. وين القوه والخلق والابتكار؟ في البلاسمون تاعك، في عمق الدفاع وعمق المناطق نتاع الوداد. غادي ليفور وغادي الفريشور وغادي تكون ديسيزيف. تلقى اليوم قولش عليه ابعد على المناطق هذيك اللي فيها الدهك، وابعد وحب بنوعا ما من الخبره. احنا نقولوا في الكوره يخرج طرحه. علاش احنا؟ خاطر معظم الناس تفهم كوره راهو، لكن معظم اللي يرى الملاعبي ويسمع المعلق نتاع الماتش سيف تقاء عطى، سيف تقاء خذا، سيف تقاء كذا، والله نجم اللي قاو سيف تقاء ولا كوره كانت في المحل نتاعها. نحكيو على الشوط الاول. اي تحكي على الكرات البينيه، الكرات البينيه، الكرات اكثر من هذا. الشوط الاولاني سيف تقاء 5 كرات للمنافس، وهابي 4 كرات للمنافس. مريح اللي ما قاش سوليسيون قدام ولا يحاول يوصل لليني داتاك 3 كرات للمنافس. اكثر من هذا نمشي اكثر من هكا. قلنا احنا قوه الترجي التونسي كي تلعب الكره ثم تعمل ديكالاج باش شكون يطلع بن علي ويطلع من غاديكا بن حميده اللي ما طلعوش، يحط بوقره في الان كونترا ويحط غشه في الان كونترا. الثنائي اللي على الكولوار منا وعلى الكولوار منا كانوا غايبين تماما. ما فماش ميريت للوقفه الصحيحه التكتيكيه للوداد البيضاوي بطبيعه الحال، فما ميريت، ولكن كذلك في المقابل لابد عليك انت كمدرب وكفريق تعرف ان الوداد باش يلعب بطريقه متحفظه وطريقه دفاعيه انك تلقى الحلول. انا علاش نفيق بفريق ماهوش حاضر؟ اول حاجه الساعه في الواحد ضد واحد ما يتعداش. ثاني حاجه تكلمت عليها على مستوى التمريرات. اهم حاجه على مستوى الثنائيات وكره الثاني. صحيح هكا ولا استاذ؟ دونك الترجي الرياضي التونسي لعب بالتشكيله المثاليه، ولكن طارق ثابت ربما اجهد بعض اللاعبين. أنا نقول ربما أجهد بعض اللاعبين بطريقة كبيرة في 3 مباريات أثرت على الماتش هذا. وهذا كان مرتقب وكان منتظر، وكانت التساؤلات كيفاش باش تصير الجيستيون، كيفاش باش يتحملوا الملاعبيه هكا 3 ماتشات اللي فيهم 3 فواياجات الي روتور في كل الاسباس القصير هذاك. هذا الكل وبربي ملاحظة باش نعطيه لكل ذي حق حقه. راهو فما فرق بين اللياقة البدنية وبين فغيشور فيزيك. راهو ترجي الرياضي التونسي بدنيا لا باس عليه، لكن ناقصوا الفريشور هذاك منين تجي في 4 مباريات استاذ مع الفواياجات في 10 ايام. جيستيون نتاع مدرب. وهنا من بعد نحكيو على الدربالي اللي ما خذاش برشا وقت. الدربالي كان ينجم يعاون في المغرب وياخذ وقت اكثر. لهنا تلقى زادام ما لعبش وقبيلو كذلك ما لعبش، اللي كان نجم اللقاء في المغرب افضل لاعب في المغرب المره هذه ما دونك هذه كلها نقاط استفهام نحكيو عليها من بعد. فتوح تحب نعديو طارق ثابت ولا تحب تعلق على الماتش بشكل عام؟ لا ملاحظه بشكل عام. الساعه نجمش تتكلم بعد ما حلل سمير تبارك الله، معناها حلل الشوط اول. انا اقول الشوط الاول هو تكمله لمقابله الذهاب،
لانه مقابله الذهاب زوج اشواط، والشوط الاول نفس النسق. ترجي ما يوجعش، ضيعنا 90 دقيقه في المغرب، صحيح. ما عملنا حتى شيء. 90 دقيقه الحقيقه بالامانه ما عقلتش الترجي، ما يوجعش وما يفجعش، ما فما شيء. وكملنا شوط اول، وشوط اول انا قلت معجزه باش الترجي لو ما يقعش ثوره في حجره الملابس في الميتون معناها بين الشوطين، مش باش يسجل يلعب هكا، مش دائما مركيش، والنسق بطيء جدا بطيء. راهو لين شديت الكوموند نتاعو بديت نضرب فيها، قلت بالك شي التلفزه بالرالونتي تمشي. صحيح. قلت بالك شي التلفزه تمشي، وقفت تلفزتي تهلكت كانوا واقفين ريت ميل ما اللي ياخذ الكره يقعد في عقله ما يتحركوش ما فماش. وانه هذا ربما اللي يحكي عليه سمير سي لا فريشور فيزيك. وي وصلت لحد اتساءل، فما من اللاعبين تقولش عليه خبي في روحه، هذا بيه الكره ما تجيش، واضح معناها هاو اقلهن كره ما اذا الشوط الاول الحقيقه كارثي. واللي يزيد يقلقني اكثر، ولهنا انت اعطيت سؤال تو لسمير قلت بالك شي الوداد قلق الترجي. انا الحقيقه للامانه ايضا مش هذا الوداد اللي راهو فيه. وقفته الدفاعيه الوداد بتتر وقفه والاجريسيفيتي نتاعو ما فما شيء. سامحني 90 دقيقه سميلي فرصه واحده جات للوداد، 90 دقيقة راه ما فما حتى كورة جاي. مش هذا الوداد اللي نتفرجوا فيه. حتى في ماتش الذهاب ما كانش فريق مرعب معناها الصورة متاع الوداد اللي جاتك اليوم يا الترجي هو وداد ماهوش وداد العادة، وداد تعب. معناها عندك الإمكانية. دونك أنا شو نقول وننهي مع الشوط الأول معناها تأكيدا لكلام سمير، نقول 3 أشواط معناها 90 و 135 مشاو في الريح، 135 دقيقة مشاو في الريح، ونزيدوا من 15 متاع بداية الشوط الثاني اللي الترجي راهو ما بداية المقابلة كان كيسجل هدف، كان في البونت كان كيسجل هدف. إذا الترجي وقت اللي ضيع 150 دقيقة على 180 ضد فريق ماهوش في أفضل حالاته، معناها ما تنجمش تمشي للفينال. ما نقول أنا الترجي راهو مش ما ترشحش مش على خاطر ضربات الجزاء، ما ترشحش خاطر في المقابله ما جسمش، لانه ضربات الجزاء توم بعد نحكيو ضربات الجزاء فيها ما يتحكيها، لانه ضربات الجزاء من بعد حكايه اخرى. اما الترجي ضيع الترشح نتاعو ضد نسخه من الوداد متوسطه جدا، اللي ضيع 150 دقيقه على 180 برشا. برشا بور ان دومي فينال برشا بالكدا ما تنجمش تمشي الفينال وانت لعبت كان 4 ساعه معناها مش فاصل باش نحكيو على طارق ثابت تصريحه بعد المقابله في الندوه الصحفيه كان حضر فيها زميلي وسام بن حسين. ابرز ما قاله طارق ثابت ثم نرجع للتعليق. الساعات الاولى ديما الخساره مره صراحه، معناتها مباراه كانت ضمن الفريق كامل كان جيد، الجمهور كان جيد، الناس كل بصراحه كانوا اليوم في الحدث، لكن النتيجة ما تبعتش. هذيك هي الحاجة الوحيدة، معناتها خرجنا دور نصف نهائي بركلات الترجيح، مؤسف لنا احنا، لكن في نفس الوقت فما فريق قاعد يبني، فما فريق برا اللي قادر يعمل، فما مصالحة كبيرة، فما رضا تام من الجمهور. تشوف رياكسيون تاع الجمهور على الفريق، معناتها ان شاء الله بروفة باهية للليغ شامبيون، معناتها اللي احنا موجودين ان شاء الله بالعمل ثم العمل الفريق هذا يعطي اكثر، لانه بصراحة تشوف معدل الاعمار زاد مهم جدا، معناتها فريق ان شاء الله يقدر معناتها يكون في المستقبل رقم صعب كما هو كعادته رقم صعب. احنا قاعدين نخدموا بصراحه، قاعدين نتحسنوا، فما علاقه جيده ما بين احنا والملاعبيه، فما خدمه. شوف البقاء ديما يبقى، ما نقدرش نقدموا اكثر وما نقدموش، هذيك هي اهم حاجه. احنا نحن قلتها من اول نهار، انا نخدم الترجي من المكان، معناتها نرجع نقول راني ولد الترجي وعشت الترجي، ويمكن معناتها الاحساس اللي نحس فيه، يعني يمكن كنت لاعب، يمكن اما اليوم قدامك بصراحه احساس اخر، بصراحه تخرج بركلات الترجيح احساس اخر. الحاجه الباهيه اللي بنينا فريق بصراحه، الحاجه الباهيه اللي الفريق في البناء، ان شاء الله نواصلوا، فما معناتها حاجات ممتازه جدا في الفريق، ان شاء الله نواصلوا هيك ان شاء الله. هذه ما كناش النسق نتاعنا ما كانش نسق عالي، معناتها باش نخرجوا من تعدد من المنافس، صلحنا بالشوط الثاني، هذه هي ما قاعدين نعمل، ما نشوفوا الشوط الاول، يمكن الشوط الاول صحيح ما فيش برشا فرص، جتنا ركنيه ولا زوز فرصه معناتها على ركنيه، معناتها كنا نجموا نسجلوا،
فريق المنافس قلت وحدك معناتها ماهوش جاي باش يلعب معناتها جير. صحيح فريق الوداد فريق كبير، لكن في نفس الوقت الشوط الاول كان السيطره صحيح كانت موجوده، لكن في نفس الوقت ما خلقناش برشا فرص. الشوط الثاني كنا افضل واحسن، سجلنا في وقت باهي، سجلنا هدف ثاني تسلل صحيح. جتنا كره اخرى، جونا كره، كتشوف انت ماتش الذهاب اللي عملناه معناتها جونا 4 ولا 5 كره معناتها ضيعناهم. اليوم الوداد ما عمل حتى كره، لكن في النهايه شكون ترشح؟ هذه اللي توجع معناتها، اللي توجع برشا شكون ترشحوا هم صحيح. لكن نرجع نقول راهو ثم فريق قاعد جاي على مهل ان شاء الله. شاطرك هي ما كناش النسق نتاعنا. هذا إذن طارق ثابت من أهم مقاله. طبعا شوي باش يحكي طارق ثابت على الثقة المتبادلة بين الملاعبية وبين الجمهور. اليوم بعد المقابلة ترجي جمهور الترجي صفق على ملاعبيته، مقتنع جمهور الترجي فرحان بالروندمون بشكل عام على مستوى الأربع مباريات على روتور مازيبي على روتور الوداد البيضاوي، ما ينبئ على بوتيتر بناء فريق شاب. طبعا شوي نرجعوا لهذا موضوعنا في التاك وتاك، هل هذا نعم أم لا؟ بعد شوي جاوبنا عليه، لكن نقعد في الامور التكتيكيه في المقابله هذه. البارح طارق ثابت في الندوه الصحفيه قال راهي الماتش 90 دقيقه، رانا مانيش باش نلعبوا بالهبله في الهجوم، رانا باش نكونوا اكيليبري بشوي بشوي. اليوم هذه الفكره شفناها، انه ما شفنا حتى بعد ما ترجي سجل هدف كأنه حب يحافظ على انه ما يقبلش هدف التعادل اكثر من انه يزيد الهدف الثاني. المعادله كانت صعبه. وجهه نظر وتساؤل في محله، ولكن التساؤل الاخر في المقابل، هل انه الترجي الرياضي التونسي كان قادر على احداث الخطر ولا لا؟ هاو السؤال. اي هل قادر؟ ماشي مدرب في العالم ولا ملاعبي في العالم عنده ماتش كاليفيكاتيف نتاع دومي فينال، دوره مهمه كما هذه باش تهزوا للفينال، ويقول لك ما نعملش الخطر ماشي الهجوم. ما فماش. حتى كان يختار الطريقه متوازنه نوعا ما، لكن لابد انه يحدث الخطر. الترجي الرياضي التونسي في الشوط الاولاني 0 فرصه، وراه تم بعد نحكيو اللي هو ترجي يطور المستوى نتاعو، ما يلزمش معناها كل شيء يتيح في الماء، ولكن اليوم ولا خليني نحكي لك على 2 ماتش بين لالي والروتون نتاع الوداد، فرص الترجي كانت اوضح وكان اخطر وكان اجدر بانه يتاهل. انك تضيع، وقالها الاستاذ توا، انك تضيع شوط كامل حتى كان تدخل في الاستراتيجي نتاعك، تقول لا نصبروا في العقل وتنمركي. وقلنا الكلام هذا البارح، يحكي عليه هو طارق ثابت بيدو، لكن مش بالطريقه هذيك. انت اعطيت ثقه للمنافس والمدرب والجمهور واللاعبيه، ما فجعتوش وخليته في وضعيه مرتاحه. انت الشوط الاولاني الكل دفاع الوداد يلعب الكره العرضيه مع الحارس نتاعو، يلعب على اليمين وعلى اليسار بدون ما ضغطت عليه، اعطيته الثقه انه يخرج بالكره بطريقه سلسه وطريقه مرتاحه. هذه الكل معناها يخلي الادفرسير، يخلي فريق الوداد اللي كما قلت معناها ماهوش حاجه كبيره ياسر، ماهوش، ولكن انت اعطيته الثقه انه يكون حاجه، انت اعطيته الثقه انه يكون. هل احترم الوداد الترجي اكثر من اللازم حتى في مباراه اليوم؟ هل احترمه اكثر؟ هل كان ينجم يجازف اكثر الترجي؟ هل كان ثم القدره باش انه يجازف اكثر ولا خيار؟ اذا كان الملاعبيه فيزيكمون اذا كان ثم فوالا، اذا كان ثم الفغاشور وهذه جيستيون تاع مدرب اللي كان ينجم يرتح بعض اللاعبين في ماتش لالي ولا حتى في ماتش نتاع مازيمبي باش يلقاهم لجورجيا، يلقاهم حاضرين. انا اذا كان نشوف الملاعبيه الحلول في الاسبيرانس اللي هما غش على الكولوار واللي هما بوقره على الكولوار بلوز موا بوقره في ال 20 مينوت الاخرانيه تسرح شويه، من بعد نحكيو عليه غلطه من الاخطاء المدرب نتاع الوداد، نحكيو على الوداد والتغييرات وكذلك. واذا كان نتكلموا على سيف القاء والدور اللي قام به اليوم وبعيد برشا على مناطق الخطر، خلى ساسي كذلك معزول نوعا ما، وهبط ساسي باش ياخذ الكره من تالمون الكره ما توصل، وخلى رودريغو القدام ما غير الكره اللي حبث فيهم الا كره واحده اللي مركب بها موتو. هذا الكل يعطيك انه الترجي التونسي ما كانش قادر على احداث الخطر قدام فريق. شوط الاولاني كان منظم، والشوط الثاني قلت اللياقه البدنيه نتاعو مع تغييرات المدرب، خاصه دخول الهوني عاون برشا الترجي الرياضي التونسي انه الكولوار نتاع الفريق الوداد
اللي على اليسار يتحل اكثر، لانه الهوني لاعب هجومي، لاعب مهاري راجع من البليسيور، ما نجمش يلعب الادوار الدفاعيه، وبالتالي الترجي التونسي قائم امكانيه انه يلعب الهجوم من الشيره هذيك. اخطاء صارت على مستوى الكاستينج بالنسبه لطارق ثابت، هذا ما شك الاختلاف فيه. اخطاء صارت على مستوى دقائق اللعب نتاع الملاعبيه نتاعو، لانه انا مانيش نلعب في ماتش وفين، انا نلعب في ماتش ورخو كل 3 ايام. بالتالي جيستيون تاع ليفيكتيف كان نوعا ما فيه ما يتقال ويتكلم، وانا ضد انه الترجي التونسي الافكتيف نتاعو خايب ومش باهي، لا بالعكس. الترجي التونسي عنده في نص الملعب ملاعبيه ربما اللي على البنك تتفوق على التيتولير. اذا كان نتكلم على اوكبيلو كان تعطي 3-4 ماتشات يولي بياس متغيس في الافكتيف تاع الاسبيرونس. اذا كان نتكلموا على الدربالي ملاعب عنده امكانيات كبيره، ربما في بعض الخصائص تفوق حتى اتقاء. انا نتكلم عن منطق كوره. اوكبيلو والدربالي حسب رايك انت كانوا ينجموا ياخذوا اكثر وقت، والزدام كان نجم ياخذ اكثر وقت. وش تربح انت وقتها؟ تربح نهار اللي حاسك بالملاعبيه نتاعك فغي وحاضرين، مش تلقاهم لو جورجي حاضرين. هذاك علاش انا تكلمت على التمركز نتاع الوهابي، وتكلمت على التمركز نتاع التقال اليوم نتاع اللي قاله الاستاذ. اختاني يا خويا، هاني بعدت على المناطق اللي فيها من مشاكل، هاني ناخذ في الكره ونعطي في الكره، وساعات نعمل دي باس لونغ دي باس كورت، وانا ناسب والعباد تشوف فيا الكره ديما عندي. لكن ليفيكاسيتي النجاعه قدام مع الفريق نتاعك ما عطيتش لو بلوس. راهو انا اليوم نتكلم على سيف تقال اللي نحبه برشا والملاعبيه المميزين برشا. سيف تقال اليوم كان من نقاط ضعف الترجي، وهنا طارق ثابت لازم يقرا ويشوف الفريق نتاعو. انا كنت اتصور الدربالي ديريكتومون مش يدخل صحيح هكا ولا. ثم حتى من بعد في التغيير نتاع السوي انا قلت باش يبدل 4-4-2 سوي يلعب في الليل وقعد ساس سوي ما نجم يلعب، كان بونت القدام ما عندوش امكانيه. الوليد ثقيل ما عندوش لي دريبل واحد لي بينيتراسيون، يقعد كان في الكاج القدام. جاي حطوا على الكولوار وفي بعض الاحيان يدخل البونتو غطى بطبيعه الحال. طاح الوداد في الدوزيام ميتون، والاخطاء اللي عملها مع الهوري ومع اوناجم زاد في دخول اوناجم زوز ملاعبيه اوفونسيف اللي ما عطاوش الاضافه على المستوى الهجومي، وضعفوا الفريق نتاعهم الوداد على مستوى ليكيليبر والتمركز الدفاعي، خلى الترجي التونسي يلقى المساحات اللي لوج عليها ساعه كامله. نقطه باش نختم ومن بعد نزيدوا نحكيو في ربما في بعض الامور الاخرى. هدف الترجي التونسي نسخه مطابقه للاصل لهدف نتاع الوداد في المغرب. كيف بالضبط. جابوا قرة حطها في الواحد، ضربها رودريغو ماركاها في المغرب، الاخر عملها كسنترها ما مسح حتى دخل الديريكت. دونك بونتو منا يتشابه كيف بونتو، لكن على مستوى الفرص اذا كان نعملوا احصائيات الفرص واحد نلقاو الترجي احق بالتأهل. هذاك علاش معناها اوكي ليسبيرونس فما تطور وتحسن وكذا كله باهي، ولكن اليوم نتكلموا بصراحه الترجي اضاع التأهل في ملعب رادس. تعتبر انه على مستوى المباراتين، على مجموع المباراتين الترجي استحق التأهل اكثر من الوداد؟ هذا هو سمير السليمي. السؤال نفسه، هل استحق الترجي تأهل على مجموع خلينا نبدلوا السؤال. على مجموع مباراتين هل استحق الوداد تأهله هو اللي خاطره هو الفريق المتأهل؟ وي الترجي رفض ترشح اليوم لانه بعد الهدف قابل 0 والهديه اللي اعطاها لنا مدرب المغرب، هبط زوز مهاجمين ثقال، زوز مهاجمين كبار في العمر، زوز مهاجمين ما يجريوش برشا، اسامي كبيره، حمدي الهوني صحيح ونجم ولكنهم ناس كبار ما يقلقوش. دونك بعد الهدف الاول الترجي انا قلت هذه مقابله ملاكمه، اكل الادفيرسير ماك تعرف راهو الشقاله مغاربه كيفنا احنا بونتو يراهوجنا راهو تراهوجوا. هذاك علاش جات كره على البار، وهذاك علاش جاء هدف 10 سنتيمتر تسلل، ولكن الترجي ما وصلش الضغط وعمل لي 2 شونجمون. طارق معناها ما نعرفش ان شاء الله مضروبين مش مضروبين، عمل لي 2 شونجمون اللي النسق اللي الترجي قاه بعد ما كان ديزل معناها 60 دقيقة دي النسق اللي قاه تكسر النسق هذاك. دونك الترجي كل بوكسور فلت كاو، واللي يزيد يوجع فعلا يا سمير، وانك ترجع تعمل هكا فلاش باك تقول بربي خلينا نشوف ال 180 دقيقة. الوداد والترجي
الترجي يعمل زوز مقابلات جديه ماهيش مبدعه، جديه تري سيريو الترجي. وهذه البصمه نتاع طارق ثابت، خدمه طارق ثابت دفاعيا امور منظمه. اما نخلطوا لك ال 20 25 متر يقف الترجي. دونك عملوا مقابلات جديه. الترجي كان لو كان نشوفوا الفرص في الزوز مقابلات تلقى الترجي اكثر فرص. الوداد في المغرب عمل طرح باهي لكن يلعبوا بالعرض، يكوروا مليح من اللاعبيه. اليوم ما ريناش هذه النسخه نتاع الوداد. سامحني، الترجي لو امن بحظوظه الترجي يعطيه 3 بسهوله اليوم. الحقيقه هل احترم الترجي الوداد اكثر من اللازم؟ علاش هاو باش نعطيك علاش الخلفيه نتاع السؤال. على خاطر الوداد اللي عندها الظهير اللي اليمين واليسار نتاعها العملود والعطية الله، واللي عندها بوسفيان وليليه الاخر نسيت اسمه، عندها حمد الهوني على بنك الاحتياط. ما تنجمش ما تحترمهاش الجمعيه هذه. لكن كونكريتمون فوق ارضيه الميدان نهار الاحد واليوم ما رينا حتى شيء من الوداد. احنا كمتفرجين نقولوا الوداد وهاي نقاط القوه بالطبيعه من غير ما نساو جبران المايسترو معناها فهمني. ما فهمتش علاش هو شبي جوارات الترجي يتعبوا هو جبران ما يتعبش معناتها، ياخو ويفك ويمشي ويمين ويسار يعمل كل شيء جبران فوق في عالم كره القدم هذايا الكل. والترجي خلق فرص اكثر من الوداد البيضاوي. هنا 8 نقاط استفهام تنجم تشوفها من الجانب الايجابي او كذلك من الجانب السلبي. النقطه هذيا بوتيتر يقول لك نقص خبره، بوتيتر يقول لك هذوما المباريات اللي يخليوا الملاعبيه الصغار هذوما يكتسبوا خبره باش الامور هذيا ما تصيرش. بوتيتر سمح تلعب في الترجي نصف نهائي تاع السوبر كوب دافريك اللي تكسبني شنيا، تحكيليش نقص خبره براسك. ترجي وحاضر وداخل ما ولا زاد شوف لي ريكروتمون نتاعها الوداد تجيب لك افضل لاعب في الترجي وجابت افضل لاعب في شباب بالوزداد. جابت سامحني انا توا نحكم على الميدان اللي ريتو على الميدان، مش هذا الوداد اللي نعرفه. الترجي كان قادر انه يفوز. تقول لي احترم برشا، ممكن احترموا 60 دقيقه، لكن وقت اللي انت 60 دقيقه وانت عاجز على خاطر نافي با ديماجيناسيون في الكوره معناها في التيران لعبه ستيريوتيب اعطيني نعطيك اعطيني نعطيك، ما فماش ذكاء، فماش كرياتيفيتي ولا ديماجيناسيون اللي شفناه في الترجي في ماتش مازيمبي ما شفناهاش اليوم. دونك هذيك شنو هو اللي يوجع. اثنين، انا كنت نسمع لانه نجم نعلق في كلمه على تصريح طارق ثابت. تصريح طارق ثابت نتاع طارق ثابت هذيك صورة طارق ثابت متربي ياسر متخلق ياسر. معناها البارح يحكي على النهائي وعنده الحق واحنا النهائي وقادرين وباش نعاودوا مقابلة مازيمبي. اليوم يحكي على وليدات صغار الى اخره. دونك نفهم طارق ثابت، ولكن في نفس الوقت انا والله حسرة على طارق ثابت والله العظيم اكثر من كل شيء، لانه خدم خدمة كبيرة ياسر، لانه خذا فريق مش معناها معين ما خدمش لا، ولكن خذا فريق نفسانيا منهار معنويا منهار وجماهيريا فاقد كل الثقة. صحيح. طارق ثابت يعمل معجزات، وانا حتى على الاقل طارق ثابت حبيت النهائي حتى اللي هو، لانه لعبات اليوم مش باش تقول تصور معناها سامحني ولهنا بربي ربما خاطر ما نلقاوش وقت باش نرجعوا لضربات الجزاء ما نفلتوش هذا رودريجو هذا. شوف احنا في العاميه نتاعنا نقولوا يجرح ويداوي هكا، رودريجو يداوي ويجرح. داوينا في الماتش مركه ومن بعد جرحنا. بربي اللي يجي قلد في مشية نيمار ينسى مشيته، هو جاي قلد لنا في مشية نيمار كيفاش شفت البيلانتي ما هكا ولا مشى وعمل لك الوقفه ومن بعد نسى روحه. ذكر نيمار يمكن في البواطه يشتح ولا كذا، عمل لنا شطحه تاع باس 9 بيلانتيات ما يتشدوش. هاو سمير نحكي تحت رقابه سمير 9 بيلانتيات معناها صعاب ياسر ما يتشدوش لانه حتى الجول يمشي بالقوه اللي يمشيو بها. وفما بيلانتي جات باس رودريجو عطاه باس الوحيده اللي مشى وقف. خلينا ناخذ راي سمير في النقطه ذي نتاع ضربه الجزاء. والله بالنسبه لي انا اللي خلى الترجي ما يترشحش هو رودريجو لانه بيلانتي كيما هكاك كان عطاها حقها وضاعت ضيع راي بيلانتي صاريف انا ذكرتني في ضربه جزاء عايشك يمشي وتعطاه باس امان. شفت 9 الاخرين انا تاكدت وقت اللي هو فلت
ونعرف المغاربه قلت هذا مسيفات اللعبه لانهم ما همش بيفلتوا حتى كوره. وريت البلانتيات يا تضرب في 90 يا تضرب في كذا كور مش مميش واسمه بالشريفيه ويجيبوا 3 قله يحطوها ما يشدوها. بربي ضربه جزاء نتاع رودريجو ونخرجوا فاصل. معناتها بالحق توا هل يلام رودريجو معناتها خاطر توا ضربه الجزاء هذيك شوطها برشا ملاعبيه. انا ذكرتني في ضربه جزاء فرجيني سيسي ضد السنغال وقتها تونس كل دارت عليه بورتون فرجيني سيسي شوط ديما ضربات الجزاء هكاك ويماركيو. هنا هل يلام والا بيلانتي وضعت على روحها والا يلام ونقفوا على البارح انا ونادر حكينا على ضربه الجزاء وانه ضربه الجزاء يترنوا عليها بصفه يوميه تقريبا. وربما الاختلاف انا ونادر قلت له من اسبوع الماتش نتاع الوداد انا كان جيت مدرب ما نخدمش ضربه الجزاء باش نخلي الملاعبيه نتاعي ما يفكروش في ضربه الجزاء يفكروا كان في الفيكتوار. وتو بعد البيب نرجعوا على 20 دقيقه الاخيره اللي كان الترجي قادر انه يحسم الماتش. لكن رودريجو مؤكد انه طارق ثابت يتفرج فيه في بلانتيات في الانترينمون صحيح. ومؤكد انه مادام اختاروا باش يشوت مادام يشوت مليح لي بيلانتي وبالطريقه هذيك خاطر ما ينجمش ملاعب يشوت بنوعيه في الانترينمون بعد يجي نهار الماتش يحب يعمل حاجه ما ظهر لي استاذ معناها يشوتها بالطريقه هذيك. لكن اخفق ربما ضيع الكونسنتراسيون نتاعو واخفق في ضربه الجزاء اللي كان اعطاها حقها. رودريجو اعطاها حقه وحتى في بلاصتها وشدها الجارديان والله. روبرتو بارجو 94 خرج ايطاليا من كاس العالم ما يلوموا حتى حد اعطاها حقها لا غلب بقى. لكن بالطريقه هذيك فيها نوعا ما من التساهل ولا من الثقه المبالغ فيها ولا حاجه تقريبا. هو المؤكد انه رودريجو عنده الشرعيه انه يشوط ضربات الجزاء خاطر في الفريق السابق راهو كان يلعب تيتولير في فريقه السابق وكان هداف فريقه السابق وكان ثم نسبه مئويه تقريبا بين 40 و50% من الاهداف اللي سجلها في الموسم الفارط والموسم قبل الفارط من ضربات الجزاء. يعني في جوفنتود البرازيلي اللي هو فريق كبير في الدرجه الثانيه البرازيليه هو لو بريمير تيرور. دونك عنده الشرعيه انه يمشي يشوط ضربه جزاء. فهمت على الطريقه نحكيوش على على الطريقه اليوم شريت انا اللي ريته فوق الميدان عطاه كرة عطاه باس للجول. باهي فاصل ثم اقل من باس اضعف من باس الباس تمشي جيت انا جول نشد هو الجول ماهوش مصدق. اسمعني هي الباس تمشي مليانه معبيه هكا محرحره اكثر من الشوط هذيك. فاصل ثم نعود مازلنا باش نواصلوا حديثنا ونحكيو على الحكم على عنا ما نحكيو مع علي وائل. بعد شوية مكملين في سبور بلوس مع أيمن زروق على EFM أحلى راديو. سبور بلوس مع أيمن زروق على EFM. اهلا وسهلا مرحبا من جديد في سبور بلوس. مازلنا نحكيو على الترجي الرياضي التونسي ومخرجات المشاركه هذه الافريقيه. موضوعنا اليوم في التاكو تاك نهايه رحله السوبر ليج. تاكو تاك. إذا مفتوح وسمير المحطة الأخيرة للترجي في الدوري السوبر الأفريقي هو نصف النهائي. جيل الترجي الجديد يدعو للتفاؤل نعم أم لا؟ فتحي وسمير 40 ثانية لكل منكم. يفتوح 33 واحد توب كرونو. بالطبع أنا فاجأني ترجي إيجابيا الحقيقة لأنه تفرجنا في الترجي في البطولة شنو المستوى متاعه. تفرجنا حتى في الدور الأول في كأس أفريقيا شنو المستوى متاعه. الترجي بدا يتحسن مقابله المستير ترجي بدينا نراو فريق يكور مليح. صادفت معاه اول مقابلات ربما مع طارق ثابت. اليوم الترجي ما عندوش باش يحشم وانه مع مازمبي مع الوداد وانه مع مازمبي يطيحوا مع الوداد كان ينجم يطيحوا. فما فريق فما مؤشرات واعده جدا. تبقى انا الاشكال ربما أنا لو كنت في الهيئة المديرة الترجي يكون في إحراج كبير حول طارق ثابت بطبيعة الحال. سين خدام ملاعبية ترى فوق الميدان فما برشا انضباط مع شوية تعديلات مع شوية كذا. ربما الترجي اليوم ضد الوداد كان ضحية نسق بطولتنا لأنه تلعب كل 3 أيام تقول حتى مازمبي لعبت كل 3 أيام حتى الوداد لعب كل 3 أيام الناس كنت تلعب كل 3 أيام. ربما نسق بطولتنا اللي هو يلعبوا في معناها 10 أيام يعملوا من بعد في 10 أيام يرتاحوا من بعد كذا. ربما الترجي كان ضحية بطولتنا ولكن
أنهي مؤشرات واعدة جدا. الترجي اللي ريته ترجي فريق بصدد التكوين، ما بنيناش فريق يا طارق ثابت، ترجي بصدد بناء فريق جديد في الثنية الصحيحة. المهم ما تقعش الكسور. وانا قلت لك لو كنت في الهيئة مديرة احراج كبير، نحي طارق ثابت، جيب مدرب اخر، ارجع للصفر، نقاش. انت مع انه شنو رايك؟ انا مع يبقى طارق ثابت. نقطه مهمه جدا، انت طرقت في تصريح طارق ثابت، قال بنينا فريق. لا، الترجي مازال ما بناش فريق، قاعد يبني في فريق، قاعد يبني في بنيه مزيانه وشبابه وكذا ولوكس وكذا. المقاول يقولوا له برا، المقاول مازال ما كملش خدمته. لا، واحده مازال الفايونس ما جات لك الفينيسيون مازال. لا ان شاء الله ما يجيبوش رخام من برا. سمير 40 ثانية 3-2-1 يدعو للتفاؤل ولا؟ بطبيعة الحال يدعو للتفاؤل. 70-80% من الافكتيف تاع الاسبيرانس جديد. اذا كان تشوفوا الاسماء اللي تلعب توا في الاسبيرانس كلها اسماء ما عندهاش خبره افريقيه. انا سانسيرمون شهر وشهرين التالي نتفرج في الاسبيرانس، واليوم نتفرج في الاسبيرانس، شيء بعيد برشا على بعضه. ناخذ المشاركه هذه من الناحيه الايجابيه. الترجي التونسي باش يستفاد استاذ، يستفاد في الشامبيونز ليج، خذا خبره توا، عرفش معناها الوداد، عرفش معناها مازامبي، عرفش معناها طريقة اللعب وطريقة التفكير وطريقة كذا الملاعبية، وطارق ثابت بيدو خذا خبرة، وبالتالي المشاركة هذه باش ترجع بالفائدة على الترجي الرياضي التونسي اللي يلزم الاحباء نتاعو يعرفوا أن الموسم هذايا بقطع النظر على النتائج اللي نأملوا أنها تكون إيجابية، راهو الفريق بصدد البناء للمواسم القادمة. نتائج تصويت الجمهور في الموضوع متاعنا لليوم، كيفاش كانت النتائج؟ مازال مش حاضر التصويت؟ حاضر التصويت. 72% يقولوا نعم يدعو للتفاؤل هذا الجيل، و28% ما يشوفوش تم تفاؤل في جيل الترجي الجديد. نحكي شوية على حكم عندك مضيفة ملاحظة برشا في دقيقة بعد الهدف. علاش الانسان معناها بعد الهدف الترجي كان قادر انه يحسم الماتش قبل ما نوصلوا الى ضربات الجزاء. اولا الساعه التغييرات اللي حكينا عليها، من المفروض اوكي اوكبيلو دخل في بقعه الوهابي، تو دو سويت يلزم يدخل الدرباري في بقعه حسام، والترجي يتحول الى 4-4-2. سوي ما يقعدش على الكولوار، يولي اون بوينت مع رودريجو ويلعب الترجي بطريقه 4-4-2. ربما الطريقه هذه كانت تعطي ثمارها وكان الترجي يحسم الماتش. حبيت تحكي قبل ما تبدا ليميسيون بدا على الكات 1 تاع الوداد، علاش ما حكيتش عليها؟ مازلت عندنا 20 ثانيه. عاود نفس الطريقه اللي لعبها في نيجيريا، 4 مدافعين وقدامهم جبران اللي هو قائد الفريق. وقلنا البارح جبران يلزم نحرموه من عمليه بناء الهجمه، يلزم ساسي، قلنا سيرتو ساسي اللي قدامهم شكون 4 ملاعبيه استاذ. لكن الاهم من هذا انه بوسفيان على اليسار والحتيمي على اليمين، اللي بعد بدلهم بالهوني وباللاعب ونجم. نقطة قوة الوداد كانت فك الخماسي هذاك اللي حرم الترجي من الاستحواذ على الكرة، ولعب بطريقة مميزة. وكما لعب الاسبيرانس في كازابلانكا لعبوا هما، لكن أكثر من هذا لعبوا مرتاحين أكثر. وقت اللي مدرب متاع الوداد قام بالتغييرات متاع الكولوار متاعو زوز في باله باش يعطي نفس هجومي بوناجم مرهوني، خسر على مستوى التوازن متاعو، وهنا سيطر الترجي. هنا اللي حكيت عليه طارق ثابت كان يمكن يستغل الفرصة هذيك ويسيطر على نص الملعب، وهنا كان ينجم ربما كان ينجم يقتل الماتش. الحكم الكيني ألغى هدف بداعي للتسلل بعد العودة للفار. أكثر تفاصيل حول مردود الحكم كيفاش كان اليوم. معنا وحيد صالح، مساء الخير. أهلا وسهلا كابتن. السلام عليكم. مساء الخير أيمن، ومساء الخير للضيوف الكرام، كابتن فتحي المولدي وكابتن سمير. مرحبا بك وبارك الله وكل مستمعين ومشاهدي AFM. وقبل ما نبدا ان شاء الله نكرر التعزيه والمواساة لصديقنا المحترم فتحي المولدي في وفاه والدته. عايشك، شكرا، بارك الله فيك ان شاء الله. عفوا ان شاء الله. مرحبا بك كابتن. اذا الحكم الكيني كيفاش كان المردود نتاعو اليوم؟ يعني اعتقادي الكل شاهد الحكم كان في مستوى بصراحة جيد جدا حقيقة، مش يكونوا معك اللي ساعد الحكم اليوم في نجاح المباراة. أيمن اللاعبين كانوا كلهم مركزين على المباراة، يعني المباراة ما ارتقتش للخشونة الكبيرة،
فهذا ساعد الحكم كثير يعني في اداء المباراه. اللقطه طبعا الوحيده اللي هي طبعا الغاء الهدف الترجي بعد رجوع لتقنيه الفار، كان لاعب الترجي متقدم سنتيمترات يعني قليله على ثاني اخر مدافع، والالغاء كان الهدف طبعا يعتبر هدف غير صحيح. بدايه اللعبه كان تسلل واضح بعد الرجوع لتقنيه الفار، لان المساعد طبعا كان في اللقطه يعني نوعا ما صعبه شويه، لان سنتيمترات يعني حقيقه تقدم المهاجم الترجي. في المجمل الحكم كان ايجابي ونجح في اداره هذه المباراه. والنقطه الايجابيه لو لاحظنا مباراه الذهاب والاياب او في هذه المباريات هناك جيل جديد من التحكيم في افريقيا توا من كينيا وبعض الدول، يعني افضل نسبيا من وجهه نظري انا الشخصيه طبعا من الجيل الذي قبله. يا فهمت ممكن تقنيه ولو انه كبير شوي في العمر الحكم تاع اليوم 41 سنه. نعم قلت لو انه كبير شويه في العمر الحكم تاع اليوم 41 سنه. لكن شوف ممكن ما كانش ياخذ في فرصه مثل فرصه الجيل اللي قبله يا ايمن. صح ولا انا شفت لما حكم اخذ فرصه، انا نتكلم 41 ما زال قدامه 4 مواسم اخرين وبامكان حتى يمدد لو اللياقه البدنيه تسمح، الفيفا يسمح بذلك. لكن اليوم شاهدنا حكم في مستوى للامانه، كان في مستوى راقي يعني بصراحه، وتعامل مع اللاعبين. ايضا نقطه مهمه نعود التزام اللاعبين واهتمامهم بالكره وليس بالحكم، هذا خلى الحكم يوفق في اداره هذه المباراه. ما فماش طناب في تضييع الوقت بالنسبه للاعبيه الوداد، هوني ثم تساؤل حول انه كان ينجم يعطي بعض الورقات الصفراء او حتى في احتسابها بعد في الوقت البديل. هي هذه النقطة الوحيدة، حساب الوقت بالضايع. احنا مش عارف هو قاعد النقطة هذه ان بعد كأس العالم الفيفا يعني اعطيه تعليمات في احتساب الوقت، ان شاء الله تعطي حتى 10 12 13 فهمت لما في الوقت مبالغ فيه. فهمت ما زالت الحكام في افريقيا بالذات يعني ما زال الجزئيه هذه تنقصهم في اضافه الوقت الصحيح البذل الضايع. بس هذه النقطه تقريبا السلبيه في المباراه، لكن مجمل الحكم ما غيرش في المباراه وكان كوريكت يعني نقول كان صراحه في مستوى ممتاز. يعطيك الصحه الكابتن وحيد صالح خبيرنا التحكيمي، شكرا على هذه التفاصيل والمعطيات. فتح المولد يعطيك الصحه. سمير السليمي شكرا ليك، شكرا لكم الكل كنتم في المتابعة وفي الاستماع. ملتقانا غدوة إن شاء الله كالعادة في حلقة جديدة وفي نفس التوقيت. تصبحوا على خير.